مين؟ مين هناك؟ اللي شافه الحاج عبادي من سنين كتير كان من أرعب القصص وأغربها اللي ممكن تسمعها في حياتك. في يوم جمعة بيقعد الحاج عبادي مع ابنه محمد اللي هو أصغر عياله وعمره 29 سنة، بعد ما طلب منه محمد إنه عاوز يعرف أكتر حاجة مرعبة حصلت في حياته. كانوا قاعدين قعدة حلوة كده بعد صلاة العشاء في قلب قرية من قرى الصعيد، ومحمد بيحضر له كوباية الشاي على الجمر علشان يحكي له حكايته المرعبة اللي حصلت من حوالي 56 سنة. في سنة 1970 في صعيد مصر، الحاج عبادي كان عنده 29 سنة زي سن ابنه محمد دلوقتي. بيقول كنت كل يوم بعد العصر برع الغنم في أي أرض زراعية جنبنا، وفي يوم من الأيام كنت ساند ظهري على جذع نخلة وقاعد بحتمي في ظلها وأنا برع الغنم. عدى عليا عم عامر أبو سعيد وكان ساحب وراه جمالين، سلم عليا وقعد جنبي وقال لي عامل ايه عبادي يا واد عمي، وبدأنا نتكلم. قال لي إن في شغل في بورسعيد، ايه رأيك تسافر معايا؟ قلت له أسافر ازاي يا واد عمي واسيب حالي ومالي ده لمين؟ قال لي حال ايه ومال ايه، هو شوية الغنمات دول مال؟ ده في حد معرفة كنت اعرفه وانا في سلاح الهجانة وقصدني في شغلانة وقال لي اجيب حد معايا، وانا لقيت ان مفيش حد غيرك يا واد عمي يستاهلها، دي شهريتها 30 جنيه. قلت له 30 جنيه في الشهر؟ يعني في اليوم جنيه بحاله؟ طبعا في الوقت ده الجنيه في اليوم كان مبلغ وقدره، وبصراحة وافقت على طول. وتاني يوم حضرنا نفسنا وودعنا أهلنا، ووقتها كنت مخلف ابني أحمد بس. اتحركت أنا وعامر لمحطة الأقصر، وما كانش فيه وقتها طرق أو مواصلات زي دلوقتي، كان كل واحد فينا شايل مقطاف مصنوع من الخوص وشايلين فيه شوية أكل وهدومنا، واتحركنا بين الأراضي الزراعية والغيطان والقصب والترع لحد ما وصلنا لمحطة القطر في الأقصر. ركبنا القطر وقتها، وبعد ساعات طويلة من التعب والإرهاق وصلنا لمحطة مصر. نزلنا وشربنا شاي وأكلنا على قهوة بلدي في مصر، وكان في راديو شغال في القهوة دي وكان مشغل أغاني أم كلثوم. عامر صاحبي عجبه الراديو وقال لي أنا لازم أشتري واحد، وبالفعل سابني على القهوة وغاب شوية ولقيته راجع وفي إيده راديو. المهم اتحركنا وركبنا القطر اللي كان رايح على بورسعيد لأن شغلنا كان هناك، وبعد ساعات من التعب واحنا في القطر ده وصلنا بورسعيد، ورحنا على قهوة كان مستنينا فيها واحد معرفة لعامر، وكان الشخص ده هو اللي هيوصلنا لصاحب عامر اللي جابله الشغل. سلم علينا وشرب معانا الشاي، وجي صاحب عامر ابن عمي وركبنا معاه عربية بيجو قديمة واتحركنا من عند القهوة، وبعدها وصلنا المكان اللي المفروض يكون فيه الشغل. كان عبارة عن بلد أهلها هجروها، البيوت فيها علامات زي كأن في طلقات اتضربت على الحيطان، وبيوت وعربيات محروقة، ده غير العربيات اللي كان شكلها كويس وبين إنها بتاعت الأهالي بس بايظة ومش شغالة، وكان في عربيات تانية باين من شكلها إنها عربيات عسكرية. عامر وقتها سأل صاحبه وكان اسمه غريب، قال له إيه المكان ده وشكله كأنه مهجور كده ليه؟ صاحبه قال له إن المكان ده أهله تهجروا منه علشان الحرب بيننا وبين اللي ما يتسموش، وأنا عارفك يا عامر كنت في سلاح الهجانة وكنت مدوخ الإنجليز، والمكان ده أمانة وإنت يعتبر في مهمة وطنية. بعد ما خلصنا دخلنا المكان، وقبل المغرب كده غريب أخد عامر على جنبه وكان بيقوله حاجة، وكنت حاسس إنه مش عاوزني أعرف باللي هو بيقوله. بعد ما خلص كلامه مع عامر سألت عامر هو كان بيقول لك ايه؟ راح عامر قايل لي لا ده كان بيسألني عنك بتعرف تضرب نار ولا لا، وانا قلت له انك بتعرف. قلت له بس يا عامر انا عمري ما ضربت نار. راح قايل لي وطي صوتك يا واد عمي واسكت دلوقتي. المهم كان شغلنا اننا نحرس المكان كله، وهو عبارة عن عماير وبيوت وعربيات جيش وعربيات اهالي، يعني هنحرس مكان مهجور اصلا وما فيهوش اي حد. غريب راح عند عربيته وجاب لنا باجور جاز علشان نسخن عليه الاكل والشاي وكده،
وكمان جاب لمبة جاز وقال لنا بالحرف كده انتوا تاكلوا اي حاجة معاكم دلوقتي وتناموا مع بعض في الأوضة دي، عشان من بكرة كل واحد هيستلم سلاحه ويبات في أوضته، وهتكونوا متقسمين، واحد هنا وواحد في أوضة الحراسة اللي في آخر البلد. اللحظات اللي جاية دي شفت فيها حاجات تشيب الشعر. بعد ما الليل ليل، غريب مشي وسابنا أنا وعامر في المكان المهجور ده، وبعد ما مشي عملنا شاي على الباجور، وبعدها عامر قال لي أنا هروح أعمل حمام، وأخد معاه لمبة الجاز، وياريتني ما سبته يروح. من بعد ما مشي عامر بقيت قاعد لوحدي على ضوء القمر، وفجأة شفت شخص واقف قدام واحد من البيوت المهجورة ولكن ملامحه مش باينة. ناديت على عامر ولكن ما ردش عليا. قمت ساحب العصاية ورايح للشخص ده وانا بقول مين هناك؟ لقيته دخل البيت، وكان شكل البيت ده كأنه مضروب عليه طلقات من بره ومحروق من جوه. وقفت قدام باب البيت ولقيته مفتوح فتحة بسيطة، قمت قايل في حد هنا؟ بعدها زقيت الباب بالعصاية وشميت ريحة حرق وتراب، وخفت ان ادخل لان البيت كان ضلمة كحل ومفيش اي نور. رجعت لأوضة الحراسة لقيت عامر بيقول لي هو انت رحت فين كده؟ قلت له انا شفت حد واقف هناك، ولما رحت اشوف مين ما لقيتش حد. قال لي يمكن تهيؤات من تعب السفر، تعالى بس ننام دلوقتي، وقام مشغل القرآن على الراديو بتاعه. بعد ما صحينا الصبح جالنا غريب ومعاه واحد تاني وكان بزي عسكري، ودخلنا الأوضة وسلمنا سلاحين، واحد ليا وواحد لعامر، ومعاهم شوية ذخيرة، وكمان طلع لنا بطايق بس مش مواليد الأقصر، لأ مواليد بورسعيد. المهم قال لنا الأكل هيجيلكم كل أسبوع، والأكل ده كان عبارة عن معلبات. وبالنسبة للمية فكان في عربية مية موجودة في المكان، وقال لعامر بما إنك بتعرف تسوق هتروح انت تعبيها من أقرب مكان. بعد ما مشيوا قلت لعامر هم عرفوا أسمائنا وعمرنا منين؟ عامر قال لي إن هو اللي قال لهم كل حاجة، وقال لي كمان إنه يعرف غريب من وقت سلاحه في الهجانة، ومن دلوقتي إحنا شغالين تبع الجيش يا ولد عمي. بعدها عامر أخد الراديو بتاعه وراح على غرفة الحراسة التانية. الغرفة دي كانت بعيدة بس نظرك يقدر يجيبها. وأثناء ما كنت بحضر الأكل بالليل على الباجور كنت بتأمل في المكان وبقول في نفسي إزاي كان في حد عايش هنا، ويا ترى إيه المأساة اللي شافوها. بعد ما خلصت الأكل مسكت لمبة الجاز وشاورت بيها العامر علشان أعرفه إن الأكل جاهز، وهي دي الطريقة اللي كنا متفقين عليها علشان يعرف بيها إن الأكل جاهز. بعد ما عامر خلص أكل وأمن مكانه ورجع على غرفة حراسته شفت للمرة التانية نفس الشخص اللي ملامحه مش باينة. شخص كان لابس أبيض بس المرة دي قدام عمارة من عماير المكان. أخدت سلاحي على ظهري وعصايتي في إيدي ولمبة الجاز في إيدي التانية ورحت عليه لغاية ما وصلت لحد المكان اللي المفروض شفته كان قاعد فيه، ولكن ما لقيتهوش. بصيت على العمارة لقيت شكلها غريب، وكان كل الطوب اللي فيها شكله كأنه متكسر، ولقيته واقف في الدور التاني اتجاه راسه كأنه باصصلي، وهيئته كأنها هيئة إنسان ولكن شكله مش باين، كأنه وشه ممسوح. قلبي ساعتها اترعب من شكله وجسمي نمل من الخوف، بس بدأت أمسك نفسي وطلعت الدور التاني علشان أشوف إيه ده. والمفاجأة إني لما طلعت ما لقيتش حاجة، بس شميت ريحة بارود في المكان، وكان فيه هدوء يشيب الشعر، تحس إن في حاجة هتطلع لك من حيث لا تدري. وفجأة حسيت بخطوات في الدور التالت كأن في حد بيجري. قلت ما بدهاش بقى، هطلع أشوف في إيه. لما طلعت فوق ببص على المكان لقيته ما كانش متغير كتير عن الدور التاني، وكان فيه نفس الريحة ولا منور لمبة الجاز. وخلاص كنت هنزل وبلف جسمي لقيت واحد ملوش ملامح ووشه ممسوح، راح صارخ صرخة وقعت على ظهري من الرعب، واللمبة وقعت اتكسرت واتطفت. وقتها سبت اللمبة والعصاية وجريت من ناحية بلكونة مكسورة، ونطيت من الدور التالت على كومة رمل كانت تحت البلكونة.
بعدها جريت على أوضة الحراسة وقفلت على نفس الباب وأنا بتنفض من اللي شفته، وبقيت عمال أقول لنفسي أنا إيه اللي جابني هنا؟ ده كله علشان 30 جنيه؟ يخرب بيت الفلوس. أول ما النهار طلع رحت جري لعامر وحكيت له كل حاجة. قال لي تعالى وريني المكان ده. رحنا على العمارة دي وطلعنا الدور التالت، ولقيت اللمبة الجاز والعصاية زي ما هما. جبتهم معايا وحكيت لعامر ازاي رميت نفسي من الدور التالت على الرملة. فعامر وقتها قال لي ملكش صالح بالبيوت ولا العماير، احنا اهم حاجة عندنا هي مركبات الجيش دي والعربيات المحروق منها والسليم، ما تتلفتش لأي حاجة تانية. المهم عدى كام يوم، وفي يوم كانت الريح فيه شديدة شوية وكان الجو ساقعة. سمعت صوت جاي من المركبات والعربيات المركونة. أنا قلت في الأول إنه بسبب الهواء الشديد، ولكن الصوت ما كانش بيبطل، ولقيت صوت العربية بتشتغل. أخدت السلاح ولمبة الجاز ولفيت حوالين العربيات الكتير، ولكن ما لقيتش حاجة. بس وأنا ببص صادف إني شفت في مراية عربية منهم حاجة واقفة ورايا وبتبص عليا، بس ما كانتش باينة علشان التراب اللي كان عليها. لفيت بظهري علشان أشوف ولكن ما لقيتش حاجة. وأثناء ما كنت راجع لغرفة الحراسة كنت حاسس إن في حد متابعني وعيون بتبص عليا، وحاسس بتقل جامد على صدري ونفسي بقيت باخده بالعافية. عدى اليوم ده وبعد أيام عربية المية كانت خلصت. عامر قال لي إنه هياخد عربية المية علشان يملاها، وقال لي خلي سلاحي ده معاك عشان ما ينفعش أطلع بيه. ولما الليل ليل نورت لمبة الجاز وحسيت بحركة بره كأن في حد جاي من ناحيتي، ولما طلعت أشوف مين لقيته عامر بس لبسه متغير كأنه لبس جيش قديم. قلت له أمال فين الجلابية يا واد عمي؟ قال لي إنها اتبهدلت مية وهو بيعبي العربية، بس صوته كان متغير كأن حلقه كان مدبوح. رحت قايل له مال صوتك؟ قال لي تعبان شوية. قلت له خلاص هعمل لك شاي علشان تتدفى. وبعدين بصيت وقلت له هو صحيح فين العربية علشان أعمل الشاي؟ وقتها ما ردش عليا. عدت عليه السؤال مرة تانية، ولكن وقتها اتفاجئت بصوت عربية جاية من بره. قلت له هو مين اللي جاي لنا الساعة دي؟ وطلعت من غرفة الحراسة وسبت عامر جوه. لقيت العربية اللي جاية دي هي عربية المية بتاعتنا. قلت في نفسي وقتها يمكن حد جابها، ولكن جسمي نمل لما لقيت اللي بينزل من العربية هو عامر نفسه. أنا سلاحي وقع مني من الخضة وقلت إزاي عامر؟ لقيت عامر بيقول لي واقف في البرد ليه كده يا واد عمي؟ وقتها لساني تقل وما كنتش عارف أتكلم. راح مسكني من كتفي وقال لي مالك يا عبادي، فيك حاجة؟ قلت له أنت مين؟ قال لي أنا مين إزاي يا عامر؟ وأنت شارب حاجة يا واد عمي ولا إيه؟ قلت له أمال مين ده اللي قاعد معايا جوه؟ راح جري على غرفة الحراسة بتاعتي وقال لي فين يا واد عمي؟ مفيش حد هنا. قلت له أقسم بالله كان في واحد شبهك بس كان لبسه متغير وصوته متغير كمان. راح قاعد جنبي وقال لي أنا مش هخبي عليك كتير يا واد عمي، المكان ده مش بس اتهجر منه أهله، ده في ناس ماتت كتير من المقاومة ومن الأعداء، والمركبات اللي بنحرسها دي فيها ناس ماتت واتحرقت برضه. هو ده الكلام اللي قالهولي غريب لما خدني على جنب أول ما وصلنا. أنا وقتها اتصدمت وقلت له يخرب بيت الفلوس اللي تخلينا نعمل في نفسنا كده، أنا ماشي من المكان ده يا واد عمي. قال لي تمام بس نستنى لغاية الصبح. المهم أخد سلاحه وسابني ومشي، وأنا ما بقيتش عارف أنام، وبقيت أقول في نفسي أنا مش هنام، ده دخل وقعد معايا في الأوضة ويمكن يجي تاني. وبقيت وأنا قاعد بسمع صوت ناس بتمشي برا الأوضة، بس كنت قافل على نفسي كويس وقلت مش هفتح لأي سبب من الأسباب. أول ما الصبح طلع سمعت صوت عربية جت برا، فتحت وقتها علشان أشوف مين اللي جه. لقيت غريب ومعاه 3 شكلهم زي العساكر بس بلبس مدني، وقال لي صباح الخير يا عبادي. وبعدين قال لي إن في واحد منهم هيبقى معايا في الأوضة اللي أنا فيها، و2 هيروحوا غرفة الحراسة التانية. قلت له أمال فين عامر؟
قال لي عامر راح مشوار كده تبع شغلنا وهيرجع قريب. عدى يوم واتنين وتلاتة وأسبوع وعامر مرجعش. وفي ليلة من ليالي الشتاء على آخر الليل سمعت صوت طيران حربي لدرجة إنه صحاني من النوم، بس اللي كان معايا كان في سابع نومة. صحيت وقتها وطلعت بره أوضة الحراسة، لقيت المباني والبيوت والمركبات والعربيات كلهم بيتحرقوا، وسمعت صوت صريخ عالي كأن في ناس بتستنجد، والمكان كأنه بيسترجع اللي حصل له من سنين. قلبي كان هيتخلع من مكانه من اللي أنا شايفه. وقتها رجعت جري على أوضة الحراسة وصحيت اللي كان معايا علشان يشوف، وأول ما طلع بره ملقاش حاجة وكأن المكان رجع ميت زي ما كان. سبت المكان ده وخدت هدومي وطلعت على قهوة جنب محطة بورسعيد، وكنت مستني القطر اللي طالع على القاهرة وبعدها أطلع على الصعيد. وهناك في حد جالي وقال لي ابن عمك في المستشفى. طلعت جري معاه على المستشفى، وبعدها عرفت انه كان مع جماعة من المقاومة او من الجيش في حرب الاستنزاف واتصاب. وبعد كام يوم شد حيله شوية ورجعنا على الصعيد مع بعض. وهي دي قصتي يا ولدي اللي عمري ما هنساها مهما زاد العمر وكبرت في السن. قولولنا رأيكم في التعليقات، وكل اللي عنده قصة ما ينساش يبعتها لنا. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة. وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.